يا إخوان، تاريخ تصنيع سيخ الحديد مع النحاس 13/4/2020. هاي أنا أثبت لك تاريخ الصنع. اثبت لي أنت، أقسم بالله لأطرح على قناتي وأقول بأن صاحب فكرة سيخ الحديد مع النحاس هو أنت. اكتب لي تعليق من قناتك الشخصية واعطيني تاريخ الصنع. اي شد روحكم لي. ده حديد مش نحاس، بس هو مطلي نحاس بس، وبتجيب ماسورة حديد عادي، سيخ حديد عادي، جيب سيخ حديد، ده حديد مش نحاس، ده حديد اهو، اهو السن من قدام حديد اهو، هو حديد كله اهو، المغناطيس بيلزق فيه، بص اهو، ده حديد مش نحاس، بس هو مطلي نحاس بس، وبتجيب ماسورة حديد عادي. يا حمار ولعلمك يا حمار، انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار. هذا اللي بيستخدموها. تمام. والنحاس الاصفر شو مكوناته؟ النحاس الاصفر طبعا نسبته 20%، عفوا 70% نحاس، 20% زنك، و5% رصاص. تمام. يعني داخل فيه رصاص، داخل فيه زنك، والنحاس الاصفر 70%، النحاس 75%، اسف، يعني 75% النحاس، الزنك 20% زنك، ايوه، و5 رصاص. و5 رصاص. يعني احنا لما نيجي نطعم السيخ يا اخوان في رصاص، اجانا مطعم جاهز. تمام. يعني نعم. يعني دقه، هو استاذ عبد الله ما له علاقه بالدفائن والهاي، لكن دقه الفحص بالاصفر راح تصير اعلى، لانك انت مطعم بالرصاص، والرصاص اصلا اساس التطعيم بالاسياخ. يعني الرصاص اللي هو بيبعدك عن الحديد، وبيبعدك عن الامور، عن المعادن الثانيه. اذا انت مطعم السياخ اصلا برصاص. تمام. شبابك صحي.